توا عاد بيانتو 2024. ما نعرفش انا حسب ما نسمع راهو قاعده نشوف فيكم ما شاء الله، واحده دارها على البحر، واحده تستعمل متصوركم ما كلش تونس الريفيون، معناها ما شاء الله فلوس في البلاتو ذي، نحسي برشا فلوس فهمت. اما نتصور الخبر ذي ما عندهم ما يزيدكم راه، خاطر انتم راس العام مثلا واحده كيما امل تابعي قال لك راس العام حجز 285 قطعه مرطبات مجمده، معناها جاتو محطوط كونجولي هكايا باش يخرجوه يزينوه ويستعملوه. امل والله انا من رايي فازت شيب هذيا جاتو ودجاجه روتي وتشد الصف في الكوشه. فازت شيب. شنو هي فازتك الان انت؟ اعطينا فازه ان. سي قديمه الفازه هذيا، ما عادش عبيد تعمل ريفيون بخبزه الجاتو ودجاجه روتي زينه. لا لا قداش من عام اقسم بالله قداش من عام بالحق محليها لمه العائله ومحليها كمل محليها لمه العائله وكالدجاجه هذيك وخبزه الجاتو اللي تصنعها ولما مش مليح. اما السنه مادامني في برنامج مع ذا بيك شو مع صابرين باش نبدل راس العام مع صابرين. تحيه للناس اللي يشريوا جاتو راس العام معاي. تحيه للناس اللي بتشري جاتو تشري دجاجه نحييهم ومحليها لمه العائله وتفرجوا في سهرات راس العام على قناه تونسنا. العائله راني كل راس عام نعدي مع العائله. كيفاش تقول سامحني اما جاتو ودجاجه ودرا شنو لا انا مش هكا الريفيون مش هكا في دارنا مش هكا كلام مش هكا خوي دماغ هكا لما بعضنا نعملوا فواياج حاجه سامي هذه نحسها في بلانيت اخرى انا استعد يا سامي. انت راك قلت اول انا حسيت في بالك سامي لاحظت حاجه الحلقه الاولى كنت هكا ياسر على امل، ملي بديت تسمع في اقوالها بديت تراجع في روحك. اي نحسوا تفوجئ حسيت ما عادش امل مش العينين كي اختي بديت تفيق بالوضع. شنو وين اش قالوا في الجاتو ال 285 خبزه جاتو؟ شويه فما اكثر شويه 285 في تونس كل شويه على الاخر زي تشد في عند واحد برك 285 معناها راه تلقى ما عندوش وقت السيد راس العام واحد منين جاب السكر يعمل بالجاتو. ليه اسمعني توا ما نحكيو احنا وني على الغشه بالله ما نغشوش العبيد في راس العام، هو يحب يشتري خبزه جاتو وانتم تغشوها تبدا كونجولي عندها 20 يوم وتحطوا فوقها. الحقيقه صحه الناس ماهيش لعبه، نداء للناس هذوما خافوا ربي خاطر بالحق. اما هونيه في بالك صابرين سامحني باش الناس اللي تتفرج باش يشوكيهم الفيديو هذوما واحنا نحبوا لي باتسوري ومتاعنا يخدموا وينجوا. اكيد اللي يخدم شو بضمير واللي يخدم في حاجه بنينه اكيد احنا نحكيو على الناس هذيا اللي قاعده تغش واللي الدوله قاعده تعمل ديما رقابه قبل الدور على لي باتسوري وتشوف الرقابه فوالا فما رقابه هي ديجا تم حجزهم هذوما. مدام منى شنو رايك في الموضوع؟ بالطبيعه انت تعرف منين تشري يسرى، معناتها كي بتجيب تشري جاتو تعرف منين باش تشري هكا ولا لا؟ انا صابرين في داري ديما كل عام ما نخرجش معناتها ما نمشيش في الدار معناتها لا 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 ما نمشيش اما في داري تاخذ جاتو. انا شو انا في داري مع الفاميليا ميمتي ربي يفضلها ما نخرجش ما نسهرش ما نمشيش مالغري اللي معناتها عندي لي مويان باش نمشي يستدعوني بيي تغزل لي بيي لدبي بيي لمصر بيي للبنان باش نجم نمشي نعدي راس العام. وانا وخيرت تقعد في حلق الواد مدام منيا معناها لا دبي لا مصر. لا انا ما بين سيدي بوسعيد وما بين حلق الواد اي ونخير في داري في داري نعمل جو في داري عامله جو في داري نخير باش نقعد مع الفامي مع ميمتي مع الكل. الخبر على الجاتو الفيست مش على انا نحكي على الجاتو ما عنده حتى نحكي على الريفيون نتاعها نحكي على الريفيون اللي اكثر من الجاتو اللي تحكي عليه سامي. انا حره نحكي اللي نحب ساعه قيمه وانت نحكي على الكوره حتى انا حر احكي على اللي تحب انت احكي على اللي تحب انت. الجاتو حكايه فارغه بارابور اللي حكيته تو يعني انا الجاتو هذايا خبزه عاديه اختي ربي يفضلها الكبيره ولا الصغيره يجيبوا لي خاطر ما نجمش انا نوافق بين المالح وحلو فهمتني ما نجمش ما بين المالح والحلو. الاخت في الدار عامله جو مع الفاميليا مع ميمتي ربي يفضلها فهمتني. معناها مدام منى دار عليها يجي كما قلت لك مدام منى اما اللي اقوى ما نخرجش مدام عندها رغم ما نسافرش مالغري اللي حكيتوك علاش انا باش تجي انت للجاتو اللي قلت عليه. ليه؟ ما بلاش بالموضوع نتجاوزوا مدام منى ما يهمنيش ما نخزرلوش وما نشريش الجاتو
لا انا بيرسونيلمون معناها كان باش ناخذ جاتو ناخذها من ادغيس معروفه، ما ناخذش جاتو من بلاصه ما نعرفهاش ولا باتسوري عرضتني هكا ندخل نشري. انا اصلا ما نشريش من عبد ما نعرفوش، حتى في ماكلتي معناتها اجور من. وهو كلامي ماست شويه ما يصيرش يزينا من الجاتو من الدجاج ومن خلينا نعملوا حاجه اخرى. بدلوا لا محاله توا الناس قاعده تقدم وتطور وتبارك الله يتبعوا على الريزو سوسيو، فما دي روسيت قاعدين الناس يبارتاجيو وفما حاجات بسيطه من خضره تخرج حتى خبز التهويه راهي تكفي تخرج على لك العادات بلا يهبل معناها راهو سي ما عادش احنا في من صغرنا تربينا على الدجاجه هذيك وتربينا انا معاك ياسر. اما شوف العباد كيفاش ولا تستغل. شوف معناتها هذاك ريتو انت توا الخبر هذايا والعباد راهو مالغريسا تمشي وتشري راهو وياكلوا. انا ماهيش مشكلتي انا ديما نعاود نرجع صحه البدن معناها والغشه كيف قالت صابرينا هما ميسره هذيك توا معناتها ريفيان هاو الدجاج راهو الدجاج المنتن يخرج راهو الدجاج الازرق يخرج الجاتو اللي عنده هذايا 20 يوم فما رقابه قاعدين يخدموا في خدمتهم امور جاتو في دياركم امور لا مش ما ناكلش. شوف فما دي باتسوري باهي يا تشري من باتسوري مسميه تشري باتسوري فيها الرقابه فيها ورقه نظافه امورها واضحه اومولوجي جوها باهي سينو ما تشريش قد في الدار. لا اي صحيت فوالا الناس شو وفما رقابه قاعده تصير. سامي شنو رايك في الموضوع؟ المره اللي فاتت عندها جمعه التالي مشيت باش ناخذ شويه دجاج شتيت ناخذ عنكوش تاع دان. تاكل عنكوش تاع دان ولا يزوبك وتاكل عصافر انت نعرف. لا والله بالحق مشيت ناخذ عنكوش تاع دان ما كنتش عندها. قلت لها بيزار علاش ما تبيعوش؟ قالت لي لا مش ما نبيعوش اما رانا كان جناه الراس العام. لا فوالا هذوما كان حاجه جن مش الراس باهيه. العام. هي بعث لهم معناتها اقتصاديه دوما. شو قالت عندها؟ ياكل في عنكوش كل واحد حر ياكل اللي يحب.